بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء متجدد وخط أزرق جديد. النهاردة بنقابل حضراتكم في حلقة يوم الجمعة 21 أغسطس 2015، والحلقة هنخصص لها عنوان الأدب العبري، وتحديدا مصر في الأدب العبري. كيف صور الأدباء العبرانيون مصر من خلال كتاباتهم؟ ليه احنا بنطرح هذا الموضوع؟ هذا الموضوع من أهم عناصر الفكر الصهيوني، لأن الفكر الصهيوني اللي بيتمثل في أن شعب الله المختار وإيذاء الآخرين يعني لا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للإسرائيليين، وبنشوف هذا السلوك العدواني تجاه الآخرين أو اللي بيسموهم الأغيار. في الأدب العبري بيتم تأصيل هذه الأمور. النهاردة هنتناول إزاي بالأدباء العبرانيين الكبار تناولوا صورة مصر من خلال رواياتهم، وخصوصا أن بعض هؤلاء الأدباء عاشوا بالفعل في مصر وتحديدا في مدينة الإسكندرية. ليه بنقول الكلام ده؟ علشان نفهم الجماعة دول بيفكروا ازاي. ومنطلق البرنامج دايما اعرف عدوك. بالفعل عندما نعرف الآخر بنستطيع أن نتعامل معاه بصورة أفضل. هيكون عندنا تقريرين. تقرير هنتناول فيه الأدباء الإسرائيليين أو أدباء العبري وكتاباتهم عن مصر، وتقرير آخر هنتناول فيه مين عاش منهم في مصر واليهود عبر التاريخ الحديث تحديدا قبل قيام دولة الكيان الصهيوني. ضيفنا في حلقتنا النهاردة ضيف كبير وأستاذ أساتذة الأدب العبري بمعنى الكلمة، الأستاذ الدكتور زين العابدين أبو خضرة، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق، ويعني أستاذ كبير في هذا المجال. هيكون عندنا كمان فقرة الأخبار من داخل إسرائيل اللي بيصحبنا فيها كل أسبوع الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية، وأهم الأخبار في الصحف الإسرائيلية الصادرة هذا الأسبوع. هنخرج مع حضراتكم لفاصل وهنعود لفقرة الأخبار، ومن بعدها إن شاء الله مباشرة موضوعنا الرئيسي صورة مصر في الأدب العبري. عقوبة الإعدام ومحاكمة عاجلة، خطة السيسي لمحاربة الإرهاب، موقع ولا. الفيلم العربي النهاية، سنة صعبة على السينما المصرية، يدعوت أحرانوت. تقدم كبير حيال العلاقات الإسرائيلية التركية بعد توتر دام ل5 سنوات، إسرائيل هيوم. الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الغاز الطبيعي مع الاتحاد الأمريكي الإسرائيلي للطاقة نوبل ديليك بعد جدل واسع، ونتنياهو يصف الاتفاق بالتاريخي ويؤكد سوف يدر المليارات في الخزانة الإسرائيلية، يدعوت أحرانوت. إسرائيل تطلق سراح محمد علان بقرار من المحكمة العليا، وعشرات من المعتقلين يهددون بإضراب عن الطعام، ها آرتس. تحية لكل مشاهدينا فقرة الأخبار وما وراء الأخبار من داخل إسرائيل، وضيفنا اللي بيسعدنا بوجوده كل أسبوع الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية. منورنا دكتور أحمد. أهلا أستاذ. أهلا وسهلا. الأخبار متنوعة. عايز أبدأ بأول خبر عن عقوبة الإعدام ومحاكمة عاجلة، خطة السيسي لمحاربة الإرهاب، والفيلم العربي النهاية، سنة صعبة على السينما المصرية. ده عناوين كانت منشورة في دعوت أحرانوت. ايه اللي وراء هذه العناوين؟ يعني هو الحقيقة مصر بدورها الريادي دايما بتأثر في الجانب الإسرائيلي. نعم. بالنموذج، لدرجة ان احنا طبعا لما عملنا ثورة يناير عملوا على طول على الفور صيف ساخن وعملوا خيام في الميدان. وطالبوا بنفس الشعارات اللي أطلقناها. الجزء ده بتاع مكافحة الإرهاب
هم يشعرون أن يجب أن يحذو حذو مصر حتى في هذا المجال. نعم. إذا كنا حققنا إنجازات وتحقق تحسن كبير في الأمن، هم أيضا يحتاجون لحذو للسير على نفس الدرب. فده مؤشر على قوة مصر وعلى تأثيرها وعلى حجم تأثيرها داخل المجتمع الإسرائيلي، حتى على الصعيد الأمني اللي هو مشهور بإسرائيل. يعني إسرائيل قايمة على جدارة القوى الأمنية والقوى العسكرية. الجانب الآخر هو القوى الناعمة لمصر. يعني بمناسبة رحيل نور الشريف الفنان الكبير، ابتدوا يعني يتكلموا على انها سنه صعبه على السينما المصريه بعد رحيل عمر الشريف رحيل الاسماء الكبيره. فهي طبعا ده يدل على حجم تاثير مصر والفن العربي اللي هو تحديدا المصري في المجتمع الاسرائيلي، لان دايما الجدول الزمني او عرض البرامج ثابت فيه الفيلم المصري في التلفزيون. فده يدل من عشرات السنوات. فده يدل على حجم التأثير. حتى بعض المصطلحات دخلت في العامية الإسرائيلية العبرية عن طريق الأفلام، إفيهات الأفلام المصرية. مفهوم إن الفنان دوت ليه تأثيره وليه تاريخه واللقطات الشهيرة ده فضلا عن السرقات الفنية اللي كنا عملنا حلقة عنها. السرقات الفنية ممكن تلاقي الأغنية على طول تاني يوم اتحط عليها كلام عبري، واللحن وكلام عبري على طول. طيب هنروح للخبر التالي اللي عرضناه على حضراتكم، والخبر كان منشور في إسرائيل هيوم. تقدم كبير حيال العلاقات الإسرائيلية التركية بعد توتر دام ل5 سنوات. طبعا طبيعي يعني تركيا يعني ليها أهداف في المنطقة قد تتلاقى بشكل أو بآخر مع أهداف إسرائيل، فالتقارب ده متوقع كمان، مش كده؟ طبعا الصحيفه طبعا دي مسانده لنتنياهو، اصدقاء نتنياهو لسان حال رئيس الوزراء. بالظبط. فهنا بنتكلم عن المعلن، ان المعلن هو ان كان في توتر وانتهى التوتر رسميا بلقاءات مباشره في ايطاليا وبعض الاتصالات يعني على مستوى رفيع دبلوماسي. انا اعتقد ان الملف السوري ليه دور كبير. طبعا الارقام لا تكذب، يعني على المستوى الميزان التجاري في تصاعد كبير بالمقارنه بالعام الماضي. طيب انما يعني الملف السوري اسمح لي يا دكتور، ايه خطوط الالتقاء في المصالح الاسرائيليه التركيه؟ طبعا حلف الناتو، ان دول اعضاء في حلف الناتو، يعني قواعد عسكريه، تاريخ اول دوله اسلاميه تعترف بالجانب الاسرائيلي هي تركيا. حجم التبادل، هي بتستورد طائرات بدون طيار من الجانب الاسرائيلي، فالسياحه، ففي مجال كبير للتعاون. يضاف ليه بقى الوضع السوري، ان النهارده احنا بنتكلم المخابرات الحربيه الاسرائيليه امان بتختار اسم جديد لسوريا. سوريا خلاص ما بقاش اسمها سوريا بالنسبه لنا، عايزين نختار لها اسم لان الوضع هناك فيه سيوله. فبيسموها حاجه كانوا بيقولوا شطحيم. شطحيم دي على الضفه وغزه، اسم لطيف كده اللي هو مناطق. شطحيم بالعبرية يعني مناطق. فيقولوا المناطق المحتفظ بها، المناطق المحتلة، وبقى اسمها مناطق خلاص بلعوها. فالخطورة دلوقتي اللي بننبه ليها ان على الصعيد السوري المخابرات الحربية الإسرائيلية قررت ان يبقى اسمه المجال الشمال الشرقي. المجال ده يعني بيتوسعوا، يعني هيقتسموها مع تركيا، ما دي بتوسع جنوبا. ده طبعا دي المصلحه المشتركه. فدي مصلحه مشتركه يجب ان احنا واحنا بنتكلم عن القوى الناعمه وعن الافلام وعن مكافحه الارهاب نربط ده بده ونقول ان في خطوه حقيقيه، وان مصر زي ما كان بيقول ساسن سميخ ان انا اكتر واحد فهمت نجيب محفوظ، احنا دلوقتي عندنا باحثين اكتر ناس بتفهم ساسن سميخ، وهنجيب ان شاء الله. طبعا واحنا النهارده هنتكلم على الادب العبري بشيء من التفصيل. طيب هنروح للخبر التالي مع كل مشاهدينا. والحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة الغاز الطبيعي مع الاتحاد الأمريكي الإسرائيلي للطاقة نوبل وديليك بعد جدل واسع. يعني عايزين هنا نفهم ايه التحالف ده وايه الجدل اللي تم وازاي تم تخطيه لتوقيع هذه الصفقة. هو طبعا ده يمسنا بشكل كبير قوي، واحنا من هنا بنتكلم على ان في جولة مفاوضات كبيرة ستحدث آجلا ام عاجلا بين مصر وبين اسرائيل حوالين اقتسام حقول الغاز. بمعنى ان انا لما بحفر هنا فوق المية مش معنى كده ان الحدود بتاعة الحقل الغاز دي مش ناحية الغرب، مش ناحية مصر،
مش داخله في المياه الاقليميه المصريه. فاحنا هنجيب خبراء من الجانبين لما يكون الوضع متاح. مش هروح انا وانا هدومي مبهدله متقطعه، انما لما نختار الوقت المناسب للتفاوض هتكون في جوله تفاوض. فالجانب الاسرائيلي بيستبق ده وبيجيب مظله امريكيه، ان ده مش بتاع لوحدي، ده انا داخل معاه شريك امريكي. أمريكا. فبالتالي بيصعب على المفاوض المصري المهمه بتاعته. في المقابل في سياسه الجزره، يعني ده العصا. الجزره بقى ان انا هبيع لك ارخص من ما ببيع للاسرائيليين. ايوه، بس هيبيع لي من غازي، من الحقول بتاعتي، الحقول اللي على بعد 100 كيلو من دمياط. من دمياط. يعني ما هي دي فهو بيقول احنا ضربنا ناقوس خطر في البرنامج ده على الحكايه دي، خصوصا الاتفاقات اللي مع قبرص. بالظبط. فالفكره ان انا بشوف ان عرض اسرائيلي غامض شويه، يقول لك هنعرض على مصر نبيع لها ارخص ما بنبيع للجانب الاسرائيلي نفسه. 25%. فهو في تحليله المعلن يقول لك انا شركه الغاز عندها فائض مش قادره تستخدمه، احتكرت كميه غاز مش لاقيه تصريف ليها فهتبيعه لمصر بهذا بس ده دلوقتي. طيب هو السلعه استراتيجيه طبعا، مش موضوع اسعار بس. طبعا هو يعني نتنياهو بيصف الاتفاق بالتاريخي وبيؤكد انه هيدر مليارات في الخزانه الاسرائيليه. ما دي برضو سياسه الجزره بس على المستوى الداخلي. طبعا يعني هو بيروج للاتفاق دوت وعارف ان هو البعد السياسي ليه اهميه، وان المظله الامريكيه هتفيده جدا في المفاوضات القادمه. طيب، اخر الاخبار اللي معانا النهارده في هذه الجوله الصحفيه: اسرائيل بتطلق سراح محمد علان بقرار من المحكمه العليا، وعشرات من المعتقلين يهددون باضراب عن الطعام. خبر منشور في هارتس. طبعا كلمة معتقلين دي طبعا بتأكد ان في معتقلين بدون محاكمة. أكيد. ان انا مش قادر اجيب ادلة عليه، مش قادر اجيب شهود، حتى تسجيلات بكل التكنولوجيا اللي عندي. فحبسه بدون القرارات الادارية دي. بالظبط، اعتقال اداري ده التوصيف الصحيح. فهو محمد علان فجر الموضوع دوت بإضرابه عن الطعام اللي صاحبه اللي هو قرار رئيس الوزراء بالإطعام القسري. الإطعام القسري. فده يعتبر نوع من التعذيب، وطبعا صحته في تدهور شديد. فبيعتبر يعني أصيب بعاهة مستديمة. فالمحكمة العليا الإسرائيلية قالت ده حالته يعني لا تمثل خطورة، وإذا حالته تحسنت نبقى نرجعه تاني السجن. طيب، تطورات الموضوع ده إيه؟ عشرات المعتقلين اللي بيهددوا بالإضراب عن الطعام، وهيصل لإيه في تصورك؟ هو طبعا فضيحة كبرى لإسرائيل بتقول أنا واحد الديمقراطية وما شافوش محاكمة. يعني إن أنا دلوقتي عرفوا السكة المعتقلين إن هو ده الطريق إن أنا أضرب عن الطعام، وإن الرأي العام يعني يفضح هذه الممارسات. وطبعا إحنا كده بنشكك كمان في الأرقام. إذا كانوا هما بيقولوا مثلا 500 معتقلين أو 1000، يعني ممكن تقول أضعاف بقى. إحنا بنشكك في المنظومة كلها لأن مفيش تفتيش على هذه السجون. طيب، إيه اللي ما قلناهوش؟ اللي ما قلناهوش طبعا احنا عندنا يعني مجموعة من الملفات الساخنة الخاصة برضه بالفساد في بعض البلديات، وفي بعض الأمور المتعلقة بسوريا زي ما قلت حضرتك. طبعا في الداخل السوري في قصف متبادل، ما تعرفش مين، إنما النظام هو دايما اللي بيتضرر. حد يطلق هاون تلاقي أهداف النظام السوري هي الهدف طبعا تفتيت الدولة. نعم. والجانب برضو الآخر هو الدروز. طبعا الدروز في محاولات لاستقطابهم أكثر وأكثر من خلال بعض المناصب رفيعة وبعض الألقاب التي يحصل عليها بعض الأفراد. عايزين نفتح ملف الدروز لأن في منهم شخصيات وطنية محترمة تقاوم وعلى العكس وترفض أنها تحط في بطاقة هويتها كلمة فلسطين يعني 48 أو الجنسية الإسرائيلية بشكل عام. وفي ناس بتتعاون في الجيش الإسرائيلي بيموتوا معاهم ويعتبر نفسه شهيد. للأسف. يعني تحياتنا لحضرتك، سعداء بيك وموفق. شكرا جزيلا دكتور حلقة ممتعة مع سيادة العميد. إن شاء الله يا فندم. شكرا لوجودك. كان معنا الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني في جامعة الإسكندرية. وبعد الفاصل إن شاء الله هنرجع لحضراتكم بالفقرة الرئيسية، صورة مصر في الأدب العبري. وضيفنا اللي هيشرفنا في هذه الفقرة ضيف كبير وأستاذ أساتذة الأدب العبري في مصر، أستاذ الدكتور زين العابدين أبو خضرة، أستاذ الأدب العبري وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة الأسبق، وأمين لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات،
والحديث هيطول إن شاء الله مع سيادته في موضوعات متعلقة بصورة مصر في الأدب العبري. هنخرج لهذا التقرير هنشوف من خلاله بصورة حصرية لأول مرة الأدباء العبرانيين وكتاباتهم وإزاي تناولوا مصر في هذه الكتابات. نشوف التقرير وارجعوا لنا مرة أخرى في خط أزرق. ليس غريبا أن تحتل مصر مكانة لم تحوز بها أي دولة أخرى في الأدب العبري على امتداد العصور، فارتباط بني إسرائيل تاريخيا بمصر كان العامل الرئيسي في سيطرة مصر على عقول وأفكار الكتاب والأدباء والمفكرين اليهود حيال بنيانهم وتراثهم الإنساني الأدبي، منذ أن فتحت مصر خزائنها لهم عندما كانوا يعانون من مجاعة قاسية في فلسطين أيام يوسف عليه السلام، ثم في العصر الوسيط، وكذلك في الأدب الحديث، خاصة بعد أن تم فك رموز حجر رشيد وأفصحت الحضارة المصرية عما في باطنها، حيث حضر الأوروبيون إلى مصر ومنهم إسرائيليون، ناهيك عن اليهود الذين كانوا بمصر وكتبوا عنها بعد عودتهم إلى فلسطين في الأدب العبري، والذي اتسم بالسلبية الكبيرة في الأغلب، حيث المغالطات التاريخية وتزييف الحقائق، حيث كان المغزى والهدف هو التركيز على تشويه صورة مصر ووصفها بالكراهية، وبين الإيجابية تارة أقل تكاد تكون حيال العصر الفرعوني فقط، ولعل على رأس الأدباء العبريين الذين اهتموا بصورة مصر في أعمالهم نحماك بيالك الملقب بأمير الشعراء العبريين، وإسحاق جورين الذي كتب ثلاثية تدور أحداثها على أرض مصر وتحديدا في الإسكندرية، ديبورا بارون مؤلفة رواية المنفيون، ورحيل مكابي التي كتبت رواية تحمل اسم مصر الخاصة بي، وأورلي كاستل بلوم التي كتبت رواية تحمل اسم الرواية المصرية، بجانب أشعار عدا أهاروني ومسرحيات شعرية منها بجوار الأهرامات ليعقوف كوهين وقصيدة تماثيل أبو الهول. وتتجلى مصر في عيون الأدب العبري بنظرات عديدة، بداية من مصر في صورتها التوراتية ومرورا بصورتها الفرعونية وكرمز للمنفى والتيه ووصولا لمصر الحديثة. ومصر التوراتية يرد ذكرها في الملاحم الشعرية أكثر من الكتابات الأثرية، وفي هذه المرحلة المبكرة تبلورت حالة انتقاء واضحة جدا، حيث نسبت الملاحم كل الصفات السلبية إلى المصريين، بينما الصفات الإيجابية إلى اليهود، على خلفية أن مصر هي أرض الجهل والجهالة، وأهل إسرائيل هم شعب الثقافة والنور، كما كان هناك تركيز واسع على قصة الخروج من مصر. فالأدب العبري تشبع منذ بدايته الأولى بأفكار الحركة الصهيونية العنصرية والأدباء العبريين الذين تبنوا هذه الأفكار وروجوا لها، لا يمكن أن يخرجوا من بوتقة المبادئ العنصرية التي رسمتها الدعاية الصهيونية ودعت إلى تحقيقها دون التفات إلى أي وسيلة. ومن أبرز الكتاب الذين عكسوا أثر حرب أكتوبر على الأدب دان بن أموتس في روايته حرب جميلة، إبراهام يهوشع في روايته العاشق، سامي ميخائيل في روايته ملاذ، أهارون ميجيد في روايته رحلة في أغسطس التي نشرت عام 1987. أهلا بكل مشاهدينا. فقرتنا الرئيسية النهاردة في خط أزرق، وزي ما قلنا في البداية هنتكلم عن صورة مصر في الأدب العبري. التقرير وضح لنا كتير من الأدباء المشهورين وكتاباتهم عن مصر عبر التاريخ، هم مهتمين قوي بالفترة الفرعونية والفترات اللي فيها خلافات أو فيها شد وجذب بين مصر وإسرائيل، وكان آخرها بالطبع فترة حرب أكتوبر 73. إيه أهمية إن احنا نشوف الجماعة دول بيكتبوا عننا إزاي؟ الأدب العبري كيف يتناول مصر؟
ضيفنا الكريم اللي بيشرفنا النهارده وبناخد من وقته الثمين الحقيقه، وبنسعد بوجوده وشرف لينا ان هو يكون في برنامجنا وعلى شاشتنا، استاذ الدكتور زين العابدين ابو خضره، استاذ اساتذه الادب العبري وعميد كليه الاداب جامعه القاهره الاسبق، وامين عام لجنه قطاع الاداب بالمجلس الاعلى للجامعات الان، وصاحب الدراسات الحصريه في موضوع الادباء العبرانيين. يعني متشرف بوجود حضرتك. الله يبارك فيك، معنا شرف ليا يا فندم. يعني شكرا جزيلا، وان شاء الله نسعد بوجود حضرتك معانا. الله يبارك فيك. ويكفي ان يعني هنطلع بصوره حصريه على لا يا فندم، ده واجبي علينا يعني كل الاسرار. الله يبارك فيك. ان شاء الله. لا ان شاء الله خير. طيب انا عايز ابدا بالشاعر العبري يهوذا عمحاي. الراجل ده يعني اتكلم عن ان مش مهم ان احنا يعني هم اتكلم عن نفسه، يعني مش مهم ان هم يدرسوا الشعر الحب، لان الشعر السياسي عندهم شعر حب. المقولة دي هتقربنا شوية من فكرة الفكر الصهيوني في الادب العبري، لان لما نعرف هم بيفكروا ازاي من خلال الادب اللي هو حياتهم، نعرف الناس دي بيبصوا لنا ازاي وبيفكروا ازاي. فممكن حضرتك من المدخل ده تعرفنا ايه اهمية ان احنا نعرف الادب العبري كيف ينظر الى مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية في هذا الموضوع أريد أن أركز على أمر مهم للغاية، وهو أن مصر هي أكبر دولة في العالم تبوأت مكانة كبرى في الأدب العبري قديمه ووسيطه وحديثه. ليس هناك دولة على الإطلاق غزت الأدب العبري في كل عصوره وكل فصوله مثلما غزت مصر في العصور القديمة، في العصر التوراتي، ثم العصر الفرعوني، وفي العصر الوسيط، وفي العصر الحديث بفتراته كما سأتحدث مع سيادتك. مصر كان لها السبق على كل أدباء العبرية، في يعني ينظر أن يكون هناك أديب لم يعرض لمصر سواء بالإيجاب أو بالسلب. طب وليه الهدف ده يا دكتور؟ يعني ليه حطينا هدف كده من زمان؟ لأنه حضرتك هناك أسباب عديدة. السبب الأول أن مصر ارتبطت ببني إسرائيل منذ بدايتهم، منذ يوسف عليه السلام حين اجتاحت مجاعة كبرى أرض فلسطين، فجاء يوسف أولا ثم جاء بأهله بعد ذلك، وكان هذا هو أول تواجد لبني إسرائيل على أرض مصر. وهناك فرق بين بني إسرائيل والإسرائيليين والعبريين، وأنا أشرت للكلام ده كتير في حلقات أخرى. نعم. كان ده أول تواجد لبني إسرائيل في مصر، وثم جاء عصر موسى أرضا على أرض مصر، ونحن نعرف قصة موسى وصراعه مع الفرعون ثم خروجه بني إسرائيل إلى سيناء. في سيناء هناك أمران مهمان جدا. الأمر الأول أن الوحي نزل على موسى عليه السلام، ثم المؤرخون العبريون حتى هذه اللحظة يقولون إن القبائل كانوا خارجين على هيئة قبائل، بيقولوا إن القبائل الإسرائيلية تحولت إلى شعب على أرض مصر، على أرض سيناء. فمنذ بداية التاريخ وحتى الآن في ارتباط قوي بين مصر وبين بني إسرائيل، ثم بعد ذلك المسميات الأخرى. أما نيجي حضرتك بعد كده راحوا فتحوا فلسطين ودخلوا فلسطين، وبعدين عملوا المملكة، والمملكة ما عادتش أكتر من 300 سنة، و300 سنة في عمر التاريخ بتعتبر دقائق. طبعا. فعملوا مملكة يوسف داود وسليمان، ثم انقسمت المملكة، ثم تلاشت المملكة تماما، وجاءت القبائل، بعض القبائل الإسرائيلية مرة أخرى إلى مصر، ومكثوا في مصر وأصبحوا جزءا من نسيج المجتمع المصري. أما مصر طول عمرها حضرتك، وإحنا مش بنقول الكلام ده إنها بلدنا، لا دي حقيقة، إن تعايش الأديان
في مصر سمح للجماعات اليهودية على امتداد العصور، على امتداد التاريخ، ان هم يجوا مصر ويعيشوا فيها، سواء في العصور القديمة ثم في العصور الوسطى أو ثم في العصور الحديثة. طيب قبل ما نخرج للعصور الوسطى أو العصور الحديثة، يهمني هنا ان انا اوضح للمشاهدين خصوصا غير المتخصصين، يمكن احنا عندنا قطاع كبير من دارسي العبرية ومهتمين بالعبرية أيوة. بيشوفونا، لكن انا هنا عايز اخاطب عامة الناس اللي بيتابعوا برنامجنا ومهتمين بيه. جزئية العهد القديم، ايوه، وازاي اثر على صورة مصر في الادب العبري، وهل العهد القديم عمل اختلاف في صورة مصر في الادب العبري؟ ايوه. هو بس حضرتك انا الكلام اللي قاله يهودا عميحاي اللي حضرتك قلته قبل هذا السؤال، انه بيقول ان احنا حتى لو ان حتى لو اتكلمنا في الادب السياسي بنتكلم، هو ما فيش حاجه اسمها الادب السياسي، في حاجه اسمها الادب العبري الحديث هو ادب حرب. كله قائم على كده، مفيش حاجه اسمها ادب سياسي، فيها ادب حرب. لانه حتى نؤرخ له وحتى نقسم عصوره ونقسم فتراته ايضا من الحرب، نقول ايه؟ نقول الادب العبري قبل الحرب العالميه الاولى، والادب العبري بعد الحرب العالميه الثانيه، والادب العبري 48 و56 و67 و73. ده احنا بنؤرخ له كده يعني ان هو ادب حرب وليس ادب سياسي. ادب حب او ادب شعر او الكلام ده كله مرتبط بالسياسه حتى لو تعددت اراضي الادب العبري سواء غزل، رثاء، اي غرض من اغراض الادب، على طول بنعرف ان لازم يدخل في الحرب. يعني ممكن قوي يكون مثلا واحد بيكتب روايه عن الغزال مثلا، يعني او مدخل بيتكلم على ممكن مثلا بيتكلم على اخوه اللي مات في الحرب، او ابوه اللي اسر في حرب سابقه. هو ادب حرب، الادب العبري ادب حرب. ولذلك ما يقوله يهودا عميحاي، ويهودا عميحاي ده على فكره قعد في مصر هنا سنتين اثناء الحرب العالميه الثانيه، لما كان الجيش ايام حرب العالمين. ايوه. فهو يقول لك ادب سياسي، مفيش حاجه اسمها في ادب حرب، الادب العبري الحديث أدب هو حرب. ادب حرب. اما نرجع لصوره مصر في العهد القديم. أيوة. وتاثير ده على الادب العبري وتناوله لمصر. ايوه. يعني اديني حضرتك مساحه دقيقتين او اكثر في هذا الموضوع طبعًا. فيما يسمى بالفتره التوراتيه او صوره مصر في التوراه. صوره مصر في التوراه تتسم دائما بالسلبيه، لا تذكر مصر في التوراه باية ايجابيه، على عكس القران. طبعا على عكس القران طبعا. هي تذكر دائما بالسلبيه. فمثلا يقولوا ايه؟ يقول له في التوراة نفسها، يقول له ايه؟ واذكر انك كنت في ارض مصر ارض العبيد، واذكر انني اخرجتك من مصر من ارض العبودية، وسيرتكم قياما. فبكل حاجات كتيرة موجودة في التوراة بأصفارها وموجودة في العهد القديم كلها، واحنا مش يجب ان احنا نقول لها ايات، لان ده نقول عليها جمل توراتية او عبارات توراتية بتتكلم عادة ايه أو عن مصر بصورة سلبية. وكل اللي بيركزوا عليه قوي هو قضية موسى مع الفرعون، ونسوا حتى ان يوسف، نسوا المجاعة اللي كانوا موجودين فيها، واتى يوسف بقومه وبأهله وعاشوا على ارض مصر، ومنهم من تولى بعد ذلك. لكن صورة مصر في التوراة صورة سلبية للغاية. في طبعا فترات او عصور اخرى مصر لم تظهر بصورة ايجابية الا بصورتها الفرعونية، او اذا كان في اديب ولد على ارض مصر وبدأ يسترجع ذكرياته حين كان يعيش على ارض مصر، وبعد ذلك حين ذهب فلسطين واصبح مواطنا من الدرجة الثانية، لانه يعتبر يهودي سفاردي، يهودي شرقي. وبالتالي في دلوقتي ايه العوده في من الستينيات كده بدأوا بعض الادباء او بعض الكتاب او حتى بعض الشخصيات الاسرائيليه يرجعوا الى ما يسمى بالجذور، الى اوطانهم الاولى. فتجد مثلا اليهودي المغربي بيبدا يتكلم عن ذكرياته في المغرب، من العراق بيتكلم عن ذكرياته في العراق، وهكذا. اما اليهودي المصري فله ان يفخر
انهم من مصر، لانه مصر بتفرض نفسها بحضارتها بثقافتها. يعني حضرتك اما نيجي نقول مثلا ايه، اما نيجي إيه، يعني عارف حضرتك ان في دراسات اجريت على لك ايه صوره العربي في الادب العبري، ده ممكن يتعمل عليها كتاب، اما مصر فيتعمل عليها كتب. لانه برضه انا مش عاوز اخرج عن الموضوع. ما هي مصر يعني دي دوله عمق التاريخ بتاعها 7000 سنه، شعب كبير، ثقافه كبيره، مخزون استراتيجي ثقافي كبير جدا. اما نيجي نقول صوره مصر في الادب العبري مش زي ما نقول صوره قطر في الادب العبري. طبعا ما فيش ما وجه ينفعش مقارنه يعني. لا تذكر. لا ما فيش. هم ما يعرفوش حاجه اسمها قطر دي الا بعد الفلوس. لكن مصر لها عمق في التاريخ، لها عمق ثقافي، وبالتالي حضرتك وجود مصر في الادب العبري ده وجود بشكل كبير جدا. اما الصوره السلبيه المجحفه والتي استطيع ان ارد عليها باثنتي عشر نقطه، ان الصوره السلبيه لمصر في التوراه. التوراه نفسها بتناقض نفسها في الداخل، بتناقض نفسها. وهو حضرتك انت عارف فرويد وهو كان عالم يهودي شكك في التوراة وفي نبي التوراة. ونحن لا نشكك في نبي التوراة، لا طبعا نشكك احنا في موسى عليه السلام. طبعا ولكن بالتوراة نشكك في التوراة بشكلها الحالي لأن هذا يعني درج عليه كثير من علماء اليهودية وهم يهود أنفسهم، بيقولوا أن التوراة في شكلها الحالي فيها تحفظات. وأنا حضرتك استخرجت من التوراة الكثير من النقاط التي ترد على هذه النقاط. حضرتك بتقول في 12 نقطة ممكن 12 طيب نقطة. احنا هنتوقف عند دول، هنرجع لهم حتى أهمهم. بس اسمح لنا ناخد هذه المداخلة التليفونية لأن هتوضح لنا يعني الكثير. الدكتور السيد إسماعيل السروي، الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم جامعة المنيا. مساء الخير يا دكتور. ألو. الو. ايوه دكتور سيد معانا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشرفنا بهذه المداخله. ايوه يا فندم مع حضرتك. يعني الدكتوراه بتاعت حضرتك كانت سنه 94 وكان الاهميه بتاعتها ان هي تناولت صوره مصر في الادب العبري، وخصوصا في روايه صيف سكندري. فيعني أنا عايز أهم ملامح تناولتها الدراسة دي ونتائجها تطبيقا على هذه الرواية صيف سكندري. السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية أقدم خالص التحية والشكر والتقدير لأستاذي معالي الأستاذ الدكتور زين العابدين أبو خضرة، نعم، ضيف الحلقة الكريم، وللبرنامج المحترم. واستاذنكم في ان صوره مصر في الادب العبري بعامه والروايه بشكل خاص، هذه الصوره تقوم في الاساس على اساس ارتباط الوجدان اليهودي ارتباطا قويا بمصر. يعني مصر لها مكانه راسخه قويه جدا في وجدان اليهود، وبالتالي هذا الارتباط يعني متمكن جدا في نفوس اليهود ومستمر منذ ايام سيدنا ابراهيم عليه السلام الى الان، ويختلف يعني من مرحله الى مرحله. وبالتالي فان مصر مثلت مصدرا ادبيا أو مصدرا من مصادر التجارب الأدبية الخارجية التي يلجأ إليها الأديب لكي ينسج عليها تجربته. طب يا ريت يا دكتور تركز لنا في الرواية، اسمح لي يا دكتور سيد تركز لنا في رواية صيف سكندري أهم جوانب تحليلك للأمور دي في نقاط محددة، بس عشان الوقت بتاعنا من فضلك يا دكتور. معلش أنا آسف للمقاطعة يعني. صيف اسكندري معلش لا اذكرها الان، مش عارف هي في انهي موقع، لكن هي بالنسبه لمصر في الوجدان اليهودي اختلف انطباع اليهود عن مصر من مرحله الى مرحله، لكنها ثابته في وجدانهم من ايام ابراهيم عليه السلام نعم الى الان. وبالتالي اتخذها الادباء مصدرا يغذون منه ادبهم، ادباء العبريه اقصد،
مصدرا يغذون منهم تجاربهم الأدبية وينسجون عليه. طب هل هم يعني حاولوا يجندوا كل هذه الأمور من أجل تشويه مصر؟ نعم، الصورة كما تفضل الأستاذ الدكتور زين العابدين أبو خضرة في مجملها فيما يتعلق بكتاب العهد القديم عموما وفي التوراة على وجه الخصوص هي سلبية. لا، وكما تفضل هي لا توجد فيها يعني تقريبا صورة إيجابية. نعم. ألو. طيب يبدو ان الاتصال انقطع. على اي الاحوال اشكر الدكتور سيد اسماعيل الثروي الاستاذ المساعد بكليه دار العلوم جامعه المنيا. بعود لحضرتك يعني دكتور زين، توقفنا قبل المداخله على تفنيد اللي حضرتك شايفه الصوره السلبيه خصوصا في التوراة بالاسانيد. فيعني دي نقطة مهمة الحقيقة. وقعت التوراة في تناقضات. التوراة في صورتها الحالية نعم وقعت في تناقضات. فمثلا اللي بيخرج من مصر ده طبعا ما خرجوا مع موسى عليه السلام بعد الخلاف مع الفرعون. نعم. طيب هل صادر فرعون مصر الأرض التي كان يعيش عليها بنو إسرائيل وهي أرض جاسان اللي هي كانت محافظة الشرقية آنذاك؟ ومحافظة الشرقية آنذاك كانت هي المدخل الرئيسي لمصر من ناحية سيناء، وكانت أرض خصبة جدا. وكانت أرض خصبة جدا ويمكن كانت أغنى المناطق المصرية. تمام. هل فرعون مصر صادر أرض جاسان؟ التوراة تقول لا. طيب هل بنو إسرائيل حين كانوا يعيشون في مصر يعني عانوا من الجوع أو الحرمان أو العوز؟ التوراة تقول لا، وهناك كثير من العبارات التوراتية التي تؤكد على ما أقول. طيب هل بنو إسرائيل أما كانوا في مصر ما كانوش تحت حماية الكثير من حكام مصر آنذاك بخلاف فرعون موسى؟ الخلاف على فرعون موسى صحيح هو فقط. طب والفراعين اللي قبل موسى أين فرعون يوسف؟ وأين الفراعين التي جاءت بعد موسى عليه السلام؟ ثم هل هناك إله يأمر شعبه كما يقولون في توراتهم أن الله أو أن الإله إله بني إسرائيل أمر بني إسرائيل إن هم يستدينوا أو يعني يستلفوا من جيرانهم الذهب والأموال وكذا ثم يهربون؟ أي إله هذا الذي يدعو إلى أو يعملوا بها العجل؟ طبعا ده مش ممكن يكون في إله بيدعو إلى هذا يعني. نعم. ثم إذا كان أنا بختصر كتير الحقيقة يعني إذا كان هناك خطأ فرعون واحد هو فرعون موسى، ألا يحسب لمصر وللمصريين أمجاد فراعين آخرين وضعوا اللبنات الأولى لحضارة الإنسان، ويكفي الواحد منهم أمة بأسرها لكي تفتخر به؟ فإذا كان هناك بعض السلبيات التي وجدت في عصر فرعون موسى، ماذا قبل موسى وماذا بعد موسى؟ الحقيقة أن هذا الموضوع يستحق يعني حلقة كاملة لكي نرد على الصورة السلبية التي هي محتاجة فعلا. طيب علشان نرجع للأدب العبري وإزاي نظر لمصر، فلو خدنا جزئية الزعامات المصرية، أيوه، إزاي تناولوا الزعماء المصريين في أدبهم؟ هو طبعا بالنسبة طبعا انت حضرتك بتقصد الزعماء المصريين في العصر الحديث طبعا يعني ما بعد يوليو بالظبط، او ما بعد يوليو طبعا يعني. طبعا يعني بداية من الزعيم جمال عبد الناصر. طبعا الزعيم جمال عبد الناصر بالنسبة لهم ده كان يعني استعادة للحكم الفرعوني الذين يتذكرونه في توراتهم. فعبد الناصر بالنسبة لهم كان شخصية عاوزة تدمر إسرائيل وتقضي عليها تماما، ويعني حتى يصور في أدبهم ويصور في تحليلاتهم كيف فرحوا وسعدوا عندما وافى الأجل
جمال عبد الناصر، لأنهم أفاقوا واستفاقوا مما كانوا يتوقعون بعد حرب 67، حتى وإحنا منهزمين في 67 كانوا متوقعين اللي هي الثلاث سنين اللي بعد 67 اللي هي الاستنزاف، لا دخلنا طبعا قبل الاستنزاف، احنا دخلنا في معركة راس العش، ودخلنا في المدمرة إيلات، ودخلنا بعد كده في حرب الاستنزاف في سنة 69 حين توفي عبد الناصر رحمه الله. يعني شعروا بفرحة وبراحة، ولكن هم يكرهون أنور السادات أكثر وأكثر على عكس ما قد يتوقع الآخرون. لأن أنور السادات انتصر عليهم، أو انتصر عليهم مرتين، وضحك عليهم مرتين. مرة الأولى في الحرب وفي السلام، ثم في السلام. هم لحد دلوقتي انت عارف حضرتك ان الانتقادات التي وجهت للحكومة الإسرائيلية ولمناحم بيجن تحديدا، حتى أنه مات مكتئبا في نهاية عمره بسبب توقيع اتفاقية السلام مع مصر. ان سيناء بالنسبة لهم بتعتبر بينظروا لها حاجتين اتنين. حاجة الأولى أنها الأرض المقدسة التي هبط فيها الوحي على موسى عليه السلام. الأمر الثاني أنها بتعتبر منطقة حماية، بعد استراتيجي. وبالتالي ان انتوا تنازلتوا للسادات، فالسادات ضحك عليكم. ولذلك انور السادات حين يذكر عندهم فيذكر حتى وان مدحوه، ولكن ما في الباطن وما يظهر في بعض الكتابات كيف يكرهون انور السادات بما حدث لهم في حرب اكتوبر 73. طب ايه النماذج لهذه الكتابات؟ يعني إذا كان هو اللي في القلب في القلب زي ما بنقول، طيب كيف ظهر يعني من خلال بعض نماذج الأدب العبري؟ يعني حضرتك هو حين تذكر النتائج السلبية بالنسبة لهم في حرب أكتوبر فلا بد أن يذكر السادات. يعني في رواية من الروايات بتتكلم عما حدث، يعني واحدة بتتخيل انها موجودة في مصر وفي مدينة اسماعيلية، وبعدين الطائرات المصرية أزيز الطائرات وهدير الدبابات، وبعدين تحلم بأنور السادات، ان أنور السادات هو اللي بيقود الطيارة او هو اللي بيقود الدبابة. فحين تذكر حرب اكتوبر فهي قرينة على طول بأنور السادات. لازم يذكر اسم انور السادات. وطبعا حرب اكتوبر لها كتير في الادب العبري. طيب احنا طبعا واحنا بنقارن ما بين نماذج من الادب العبري لازم نشوف تاثير النشأة للاديب، اذا كانت هذه النشأة في مصر، يعني الادباء اللي نشأتهم او اصولهم مصرية من الادباء الاخرين. وصورة مصر في يعني رواية هذا الاديب او الاديب الاخر. لكن اسمح لنا ناخد إجابة حضرتك بعد ما نتابع هذا التقرير، لأنه هيدينا صورة أوضح عن بعض هؤلاء الأدباء، خصوصا أنهم عاشوا في مناطق مختلفة في مصر، يعني سواء في القاهرة في درب البرابرة أو في اسكندرية في مناطق أخرى. فمهم ان احنا نعرف ده. يعني يا ريت حضرتك بس تدينا كده نبذة سريعة قبل ما نطلع للتاريخ. لا، هو حضرتك في أدباء طبعا مصريين يعني كانوا جزءا من نسيج المجتمع المصري، ولو ظروف ما هاجر الكثير منهم إلى فلسطين أو إلى إسرائيل بعد ذلك. وهناك من هو باق حتى الآن في مصر يعتز بمصريته ويعيش بيننا جزءا منا ونحن جزء منه. الأديب الإسرائيلي أو الأديب الذي يكتب بالعبرية وخرج من مصر إلى فلسطين، هناك من يذكر مصر بالإيجابية، وصف إيجابي، وهناك من يذكرها سلبيا حسب حياته ما كانت موجودة. هل هو خرج مضطرا، يعني هل طرد من أرض مصر وصودرت أمواله، فبالتأكيد ده هيبقى الصورة سلبية. بيعتقل أو له نشاطات مع يعني أجهزة الاستخبارات، وسواء أجهزة الاستخبارات داخل إسرائيل أو الحركة الصهيونية. يعني ده بيفرق، مش كده؟ تمام. طيب لو هو خرج بإرادته وذهب إلى إسرائيل وعاد بقى كما عاد الآخرون إلى جذورهم الأولى، كل يتفاخر بموطنه الأول،
فطبعا اليهود المصريين اما يجي يتفخروا بمصر ده هيلاقوا حاجات كتيره قوي يتباهوا بيها ويتفخروا بيها، فيتكلموا ايجابيا عن موطنهم الاول، غير اللي جاي من المانيا ولا اللي جاي من روسيا ولا لا، دول هيتكلموا على الاقل هيتكلموا عن حضاره البلد التي نشأوا فيها وترعرعوا طيب احنا فيها. نشوف التقرير ونكمل الكلام، لان التقرير ده يفتح لنا آفاق في حوارنا مع ضيفنا الكبير اللي بيشرفنا النهارده دكتور زين العابدين أبو خضرة. تعد الطائفة اليهودية التي عاشت في مصر من أكبر الطوائف اليهودية في العالم العربي، وأكثرها نفوذا وانفتاحا ومشاركة في مختلف المجالات في المجتمع المصري الحديث، حيث يشكلون أقدم مجتمع يهودي. ومن هؤلاء خرج كتاب بالعبرية أو انحدر من نسلهم كتاب قدموا صورة مصر للرأي العام الإسرائيلي كما يحلو لهم بشكل يستوجب التتبع والتحليل الدقيق. ويعود تاريخ وجود اليهود في مصر إلى بداية أول أسرة يهودية، وهي أسرة يعقوب بن إسحاق، وهجرتها بعد وصول النبي يوسف عليه السلام إلى منصب هام في حكم مصر، ولحاق أخوته به إثر المجاعة التي عمت الشرق الأوسط. وكانت التركيبة الأساسية لسكان اليهود في مصر تتكون من اليهود الناطقين بالعربية، وهم الربانيون القراؤون، والذين انضم إليهم السفارديم بعد طردهم من إسبانيا بعد افتتاح قناة السويس. ومع ازدهار التجارة في مصر أدى إلى جذب الإشكناز الذين بدأوا في الوصول إلى مصر في أعقاب المذابح التي دبرت اليهود في أوروبا في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر، حيث وجدوا الملاذ الآمن في مصر ليشكلوا النخبة التجارية والثقافية للمجتمع الحديث. وتركزت إقامتهم في القاهرة على منطقة درب البربرة، وسرعان ما اندمجوا في النسيج الاجتماعي عبر المدارس والمستشفيات والمعابد والمتاجر الكبرى ووظائف الدولة المرموقة. وليس فقط على مستوى سكان حارة اليهود في القاهرة، بل أيضا يهود الإسكندرية، وما بين السفرديم والإشكناز وطائفتي اليهود القرائين والربانيين اللتين اختصت بهما مصر دون غيرها من الدول العربية، باعتبارها أكثر الطوائف اليهودية قربا من المصريين لغة وواقعا اجتماعيا. إلا أن الأوضاع ساءت لليهود المصريين خاصة بعد حرب 48، وساعدها على ذلك بداية صراعات داخلية بين الطوائف اليهودية المتعددة، وازدادت الأمور سوءا بعد فضيحة لافون وحرب 56. وعلى صعيد الدور السياسي للطائفة اليهودية بمصر نجد أنهم لعبوا أدوار معلنة وأخرى مستترة في السياسة المصرية منذ القرن التاسع عشر، ومن ضمن الأدوار المعلنة تأييد ثورة عرابي ومن ثم ثورة سعد زغلول. والمثير أن اليهود كانوا على علاقة بالحكم في مصر منذ عهد محمد علي حتى الملك فاروق وحتى بعد ذلك بكثير. أما الصحافة اليهودية فقد كان لها صولات وجولات في مصر، حيث أنشأ اليهود خلال 6 عقود أكثر من 50 صحيفة بلغات متعددة، خاصة الفرنسية منها، حيث كانت لغة التخاطب والدراسة لأغنياء يهود مصر. ومن هذه الصحف صحيفة إسرائيل التي صدرت عام 1920. ومع العدوان الثلاثي على مصر كانت الضربة القاتلة لليهود في مصر عندما تم القبض على 280 يهوديا يعملون لصالح إسرائيل وبعض الدول الخارجية، مما أدى إلى طردهم من مصر لموقفهم إبان الحرب ونشاطهم التجسسي. ويقول نائب الكنيسة الإسرائيلي شلومو كوهين في كتاب له حول اليهود في مصر إن تل أبيب سعت لتهجيرهم بأي طريقة رغم أنهم كانوا في نسيج المجتمع، حتى لا تظهر مصر أمام العالم أنها دولة متسامحة. لكن يتفق الكثير من المحللين على أن عملية لافون كانت الأساس في وصول وضع اليهود في مصر إلى نقطة التهجير الكامل، خاصة أن عددا كبيرا منهم لم يكن يحمل الجنسية المصرية، ويقدر عددهم حتى عام 47 في مصر ما بين 64 إلى 75 ألف، لكن لا يوجد رقم محدد عن أعدادهم الدقيقة في مصر. يعني أعتقد التقرير ادانا صورة وافية عن الجالية اليهودية في مصر وتاريخها وبعض الشخصيات البارزة. ويمكن قبل ما نطلع للتقرير
ضيفنا الكبير اللي مشرفنا النهارده اساتذه الادب العبري في مصر، الاستاذ الدكتور زين العابدين ابو خضره، عميد كليه الاداب جامعه القاهره الاسبق واستاذ الادب العبري. ادانا فكره عن ليه الادباء اللي من اصول مصريه بيدوا صوره في كتاباتهم سواء ايجابيه او سلبيه. فطبعا واضح من التقرير الكلام ده بصوره جليه يا دكتور، مش كده؟ تمام يا فندم. تمام، بس هو حضرتك انا بس ليها تعليق بسيط على تعليق على التعليق يعني. وهو انه ايه، انه انا لا انظر على الاطلاق الى اليهود المصريين الذين يعيشون الان على ارض مصر انهم جاليه. لا، طائفه، هي طائفه، ولكن دول مصريين يملكون ما نملك ويعيشون كما ويحبون وطنهم كما نحبه. اما اجي حضرتك اقول ان دول جاليه يعني ان هم مش مصريين، ودي حضرتك كان بيبقى برضه الحقيقه انها بعد سياسي. لان حضرتك اما اجي اقول اما انا افصل الجماعه اليهوديه اللي موجوده في مصر، الجماعه اليهوديه المصريه اللي اصلهم مصريه، افصلها عن المجتمع، لا، هم زيهم زينا بالظبط. يعني هم زيهم زي المسلمين زي المسيحيين، ويعيشون على ومتمسكين بهذا الوطن، ويعادون اسرائيل ويقفون ضد اسرائيل. فهنا حضرتك ما اقدرش اقول عليهم ان هم جاهليه، ولكن هم جزء اصيل في نسيج المجتمع. هم يعني عددهم بسيط، ضئيل للغايه، واعتقد اغلبهم سيدات يعني هو عددهم بسيط، ويعيش معظمهم في الاسكندريه، وعاده بيبقوا جانب المعابد. لكن هو حضرتك ايه، هؤلاء رفضوا ان يذهبوا الى اسرائيل، وهؤلاء الكثره منهم تقف ضد الصهيونيه وتقف ضد الاستفزازات الإسرائيلية في فلسطين، وتقف ضد المواقف الإسرائيلية ضد مصر. ولذلك لا أقول عليهم جالية، وإنما أقول عليهم جزء من نسيج المجتمع المصري، ديانتهم اليهودية. طب ما نتكلم هنا عن ثلاثية الإسكندرية. أيوة. لإسحاق وجورين. أيوة. يعني كايتس الإسكندروني، صيف الإسكندرية. ده يمكن توضح لنا يعني ازاي الروايه دي تناولت صوره مصر. ما انا بقول لحضرتك يعني هو صوره مصر عند الادباء المصريين او ذوي النشأة او ذوي الاصول المصريه بتتراوح بين الايجابيه والسلبيه حسب المستوى المعيشي والمستوى الحياتي اللي كان بيعيش فيه هذا اليهودي. نعم. فحضرتك مثلا بتلاقي ان كانوا بينقسموا 3 طبقات، الطبقه العليا ثم الطبقه الوسطى ثم الطبقه العليا والوسطى. كان بيبقى في احياء راقيه، يعني كانوا بيعيشوا في اسكندريه، ودول منهم بقى كبار رجال الاعمال وبيسكنوا في حي الزمالك. لكن الطبقه الدنيا اللي هي كانت بتعيش بقى في حاره اليهود. لكن الطبقات العليا اللي هم شوكريل وعدس والطرابيش دول بقى كانوا بيسكنوا في الاحياء العليا. ثلاثيه اسكندريه اسحاق جورين رمزانو. يعني في شخصيه اللي هي شخصيه الفتاه بلانش، وعلاقتها بالثري اليهودي يعني احنا هنا عايز شويه ندخل في تفاصيل الروايه اليهوديه ونستخلص منها ايه يعني الحكايه الحدوته. هو حضرتك بتصف واقع الأسرة المصرية اجتماعيا حين كانوا يعيشون في الإسكندرية، وكيفية العلاقة بينهم وبين جيرانهم المصريين أو بين مواطنيهم المصريين. وبتعتبر هذه الرواية بتعتبر شاهد على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجماعات اليهودية التي كانت تعيش في الاسكندريه، وتسامح المصريين كمان. التسامح ده حضرتك طبعا ما انا قلت لحضرتك ايه، التسامح والتعايش اللي موجود في المجتمع المصري ده من ضمن الاسباب الاولى التي ادت الى لجوء الكثير من الجماعات اليهوديه لكي تعيش في مصر. يعني حضرتك حتى في الصراع بينهم وبين القيصر، هم طبعا هم تصارعوا مع كل الدول اللي كانوا عايشين فيها. اما كانوا في روسيا تصارعوا مع القيصر، مع القياصره، وهربوا من القياصره وجاءوا الى مصر. مع هتلر هربوا من المانيا وجم الى مصر، وكانوا يتعرضون لكثير من المشاكل، هم اللي بيعرضوا نفسهم وبيدخلوا في صراعات مع هذه المجتمعات. فلم يكن لهم ملجأ الا مصر على امتداد كل العصور، يجي يعيشوا في مصر انه تعايش الاديان
في مصر وسماحة ال الإسلام وسماحة المجتمع المصري بيسمح بالتعدد، صحيح. وكل واحد بياخد حقه، يؤدي ما عليه من واجبات وينال ما له من حقوق. صحيح. وبالتالي التعايش اللي كان السماحة والتعايش ده فتح الباب للجماعات اليهودية أن تأتي إلى مصر، وبالتالي حين كانت تظهر في الروايات فبيظهروا كنسيج المجتمع المصري، لهم ايجابياتهم وعليهم طب سلبياتهم. احنا مش باقي عندنا وقت طويل، فعايز نتائج الدراسة المهمة اللي قدام حضرتك على صورة مصر في الأدب العبري، والنتائج دي تأثيرها ايه علينا، احنا بنتناولهم بصورة ايه وهم بيتناولونا بصورة ايه؟ وهو حضرتك زي ما انا قلت، ذكرت حضرتك، هو الصورة بالنسبة لنا احنا سلبية وقاتمة، عدا إذا عرضوا لمصر الفرعونية، بس إذا عرضوا للحضارة الفرعونية حسبهم في ذلك أن مراكز الأبحاث وأقسام الإيجيبتولوجي أو علم المصريات في الجامعات الأوروبية والعالم كله يقف مجدوها أمام الحضارة المصرية. فماذا سيقولون إلا من يتجرأ منهم ويقول إنهم سأسهموا في الحضارة المصرية القديمة. وطبعا ده شيء مضحك، لأنه يا أخي قبل ما تشارك في الحضارة بتاعتنا، طب قول لي ايه هي الحضاره اليهوديه؟ هل انتوا لكم حضاره؟ يعني بقى انت بتقول انا شاركت في الحضاره المصريه، طب قول لي ما الحضاره اليهوديه اللي موجوده دلوقتي؟ فيه ما يسمى بالحضاره اليهوديه؟ مفيش. في الحضاره الاسلاميه، نعم، لكن مفيش ما يسمى بالحضاره اليهوديه. فانت لو كنت اسهمت في الحضاره المصريه، طب ما تورينا انت عملت ايه؟ كان الاولى يبقى عندك انت حضاره. ما عندكش انت حضاره، ما عندكش حاجه خالص، لان انت عشت جوال او متجول في كل انحاء العالم. لا يربطكم قوميه ولا تربطكم امميه، ولكن انتوا عشتوا انتوا مجموعه من الاشخاص جمعوهم من كل انحاء العالم وحطوهم على ارض فلسطين. فما نقدرش نقول انكم قوميه موحده وليكم حضاره موحده، لانه اليهودي اللي كان عايش في انجلترا بينتمي الى القوميه الانجليزيه، التركي يبقى قوميه تركيه في بلاد البلقان الى وهكذا. فانتوا يعني خليط من كل شعوب الدنيا، ولذلك ما لكوش حضاره. طيب في نص دقيقه والوقت فعلا انتهى، رد حضرتك كأستاذ كبير في الأدب العبري على رؤية بعض الشباب المصريين لإسرائيل على أنها بلد التقدم والرقي والأمن والسلام ومقارنتها دائما بمصر، خصوصا في بعض المراكز البحثية ودارسي اللغة العبرية. يعني بيؤلمنا ان تلاقيه يقول لك ايه، احنا امتى هنبقى زي اسرائيل، احنا مش عارف ايه، اسرائيل متقدمه ايه، ده الجار فيه كذا كذا. نرد ونقول ايه على بلدنا؟ هرد على السؤال بسؤال. هنفترض ان اسرائيل دوله متقدمه واسرائيل كذا، ولكن هذه البلد عدوه لنا ام لا؟ تكره بلادنا ام لا؟ لابد ان نحتاط من ناحيه متقدمين علميا، ماشي، واحنا برضو متقدمين من خلال علمائنا اللي موجودين في الخارج او حتى من الداخل، ولكن لابد ان نحتاط لهؤلاء، لانه مهما بلغوا من التمسح بالسلام وبالتجرد من المعارك ومن الحروب ومن الدماء، لكن هم يكرهون مصر. فانت لابد ان حين تذكر اسرائيل افصل ما بين الناحيه العلميه او الناحيه التقدم او ما الى اخره، وان البلد دي بتكره بلدك وتحيك المؤامرات يوما بعد اخر. وهم على فكره لما بيرسموا المخططات بتاعتهم ما بيرسموهاش على انها تبقى بعد سنه ولا اتنين ولا ده ب50 سنه، 50 سنه 50 سنه. فانت يعني لا تنسى حين تدرس عن او تقرا عن اسرائيل ان البلد دي بتكره بلدك. نعم. فهل يصح ان احنا ننظر لها نظره تقدير؟ نعم، هي رساله واضحه. بشكر حضرتك على وجودك معنا، وقتك ثمين. استاذ دكتور زين العابدين ابو خضره، استاذ اساتذه الادب العبري وعميد كليه الاداب جامعه القاهره الاسبق وامين لجنه قطاع الاداب بالمجلس الاعلى للجامعات. شرفتنا يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا لوجودك. شكرا يا فندم، تحياتنا لسيادتك وربنا يديك الصحه على طول. الله يبارك. شكرا يا فندم. مشاهدينا، انتهت هذه الحلقه من خط ازرق.
كل الأمنيات أن نكون وفقنا في هذا العرض الأسبوع المقبل لقاء جديد وخط أزرق.